عايزاني نلعب تلعبي. راحت عيطت ودخلت الحمام وقعدت تعيط. وقالت لأمها ده هو اغتصبني ومديني 100 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة قضايا اليوم. طبعا الموضوع يا جماعة زاد عن حده قوي قوي قوي. يعني الموضوع فعلا بقي خلاص يخنق بصراحة. احنا لسه طالعين دلوقتي من قصة الطفل ياسين والموضوع اللي حصل معاه، واللي الحمد لله يعني بقدرة ربنا ثم بالعدالة اللي موجودة على الأرض، بالقضاء المصري الحمد لله يعني اتجاب حق الطفل ده. بس دلوقتي تاني يوم على طول من الحكم لقصة قضية الطفل ياسين، على طول تاني يوم حصل موضوع مريم. الطفلة مريم عندها 8 سنين وأهلها قدموا بلاغ برضو لشرطة القناطر. طبعا يعني في شبين القناطر وكده بيقولوا ان اتقدم البلاغ ده جاي من اهلها، من اهل الطفلة مريم، علشان هي كانت رايحة تجيب برسيم يعني لوالدها وكده. كان والدها عايز برسيم عشان الغيط اللي بيروحوا وكده، عشان البهايم والحاجات دي، فراحت عشان تجيب له شوية برسيم. فطلع عليها واحد غفير. طبعا الغفير ده عنده 45 سنة، هي طبعا عندها 8 سنين. فانتم متخيلين اصلا فرق السن، يعني هي تعتبر في سن حفيدته. تمام، يعني هو لو كان اتجوز بدري شوية كان هيجيب عيلة قد دي. بعد كده هو طلع عليها قال لها تعالي هديكي 100 جنيه. فالبنت اصلا مش فاهمه حاجه، فبتقول له هتديني ال100 دي ليه؟ انا مش عايزه حاجه. راح مديها 100 وراح واخدها في مكان عامل زي العشه كده، وراح اتحرش بيها. انتوا متخيلين واحد في السن ده والمفروض ان هو في مقام جدها يعمل معاها الحاجه دي؟ حتة عيلة صغيرة 8 سنين يا جماعة. متخيلين القذارة وصلت لإيه؟ البنت طبعا عيطت وانهارت، روحت بيتها، أخدت حمام ونامت وهي مش عارفة تتكلم مع حد. تاني يوم هو مش مكتفي بكده وبس، ده بعت بنته علشان عرف ان هي تعتبر صاحبة او في سن البنت دي. بعتها لها البيت، قالت لها ما تيجي احنا بنحفظ مع بعض الدروس وبنروح مع بعض تحفيظ قرآن وكده، فايه انتي مش جاية النهاردة؟ البنت طبعا قالت لها انا مش عايزة اشوف حد ومش عايزة اروح لحد. طبعا والدها زعق لها، قال لها انت مش عايزة تروحي ليه تحفظي القرآن؟ قالت له لا مش عايزة اروح، وقعدت تعيط ودخلت الحمام وقفلت على نفسها. لما والدها طبعا استدرجها بالراحة كده وقال لها في ايه وايه حصل، قالت له حصل كذا كذا، ان دي ابوها غفير وقاعد في الارض كذا وبيقول كذا، ويوم شافني امبارح رايحة اجيب برسيم لقيته هو بيقول لي تعالي هديكي 100 جنيه، وبعد كده خدني في عشة وعمل معايا حاجات مش كويسة. ولما انا قعدت اعيط قال لي لو جبتي سيرة لحد هقتل اخوكي وابوكي. فطبعا والدها سمع الكلام ده واتصدم، يعني العياذ بالله. يعني متخيلين اب لما يسمع كلام من بنته الطفلة بالشكل ده هيقول ايه؟ هيعمل ايه؟ رد فعله هيبقى ايه اصلا؟ طبعا اتقدم هو ووالدته على طول ببلاغ وبعد كده طبعا راحت قبض على الراجل ده. متخيلين يا جماعة احنا وصلنا لايه؟ متخيلين البعد عن ربنا وعن الصلاة وعن العبادة الحقيقية لربنا وصلتنا لايه؟ متخيلين النت والتكنولوجيا اللي بقينا ندخلها في بيوتنا وسايبينها في وسط اولادنا؟ والمشكلة مش في اولادنا، المشكلة مش في الصغيرين وبس، ده المشكلة دلوقتي احنا بنتكلم عن راجل كبير قد كده في السن، يعني واحد مش طفل، انت واحد شاب يعتبر في اواخر الشباب بقى.
يعني واحد عقلاني جدا جدا، يعني واحد اصلا بيوصل للمرحلة دي بيبقى خلاص عنده العقل ناضج جدا جدا. ازاي انت توصل بيك الحال انك تبص لطفلة عيلة اغرتك في ايه مثلا؟ عجبتك في ايه؟ ليه جو القرف ده؟ بجد ليه جو القرف ده؟ والله العظيم انا حاسه ربنا استغفر الله العظيم، يعني هيبدلنا بقوم تانيين من كتر قله الادب والقذاره اللي بقيت في الناس. حاسه ان ربنا هيبدلنا بقوم تانيين، بقينا زي قوم لوط كده. يعني العياذ بالله بقينا زي قوم لوط كده، العياذ بالله، في القرف والمشاكل اللي كانوا بيعملوها. يعني مش هقولك حتى ده هو اغرته ست، هقول غصب عنه، مع ان دي حاجه غلط وما ينفعش وما يصحش. بس دي طفلة اغرتك في ايه اساسا؟ ايه اللي عندها خلاك تبصلها؟ وما اكتفتش بكده، ده انت بعت لها بنتك تاني يوم تعمل الحاجة دي وتقول لها الكلام ده. هو في ايه يا جماعة؟ في ايه والله بجد؟ انا كتير قوي في الفيديوهات بتاعتي بقول اللي شايف نفسه مش متزن نفسيا، مش منضبط نفسيا، يروح يتعالج، يروح يعرض نفسه على دكتور نفساني. خلينا نرتاح بقى من القرف والاشكال اللي كل يوم الواحد بيشوفها ويسمع عنها دي. لما يوصل الحال بواحد زي ده كبير في السن، مش صغير، ما انتش فاهم حاجة، مش هقول ان انت واحد متخلف حتى، ده انت واحد بتاكل وبتشرب وبتروح شغلك وبتتعايش ومخلف، فاهم كل حاجة في الدنيا. ازاي يوصل بيك الجراءة والوقاحة لحاجة زي كده؟ الناس هتعمل ايه تاني في عيالها؟ الناس هتقعد عيالها في البيت، مفيش حد هيخرج مثلا؟ طب الحياة ازاي هتستمر؟ ليه يوصل بينا الحل كده؟ حتة عيلة رايحة مشوار تقطع لها الطريق وتقول لها تعالي وإلا ولازم والكلام ده، ليه كده؟ هو انت مفيش خالص ربنا عندك في دماغك خالص؟ مفيش اي حاجة حتى بتفكرك يعني البنت حتى بريئة، طفلة بريئة. البراءة دي في حد ذاتها بتخلي الواحد حتى يحس ان هو قريب من ربنا، حاجة نظيفة. ليه كده؟ ليه الإنسان لما يلاقي حتى نفسه مغيب وهيروح للحاجة اللي مش كويسة، ليه ما بيرجعش لربنا؟ ليه ما بيفتكرش دينه حقيقي؟ ليه ما بيحطش بنته ولا حفيدته في الوضع ده؟ ليه دايما الناس دلوقتي بقت تتعامل بقذارة وبقلة أدب؟ بجد حق مريم دي إن شاء الله هيجيلها زيها زي ياسين وزيهم زي أطفال كتيرة، ربنا بيقف جنبهم، ربنا مش بيسيبهم. انت للأسف عملت غلط وهتتحاكم عليه وهتاخد عقابك عليه، بس ليه توصل نفسك في الحالة دي؟ ليه توصل نفسك انك تبقى واحد كبير وشحط بالشكل ده، وتقف قدام محاميين وبتقف قدام ناس وبتقف قدام قاضي في قضية زي دي؟ ليه؟ يعني والله انا بستغرب على القضايا اللي الواحد بيعرضها، والله بستغرب فعلا. حرفيا احنا بقينا في عالم مفيهوش اي حاجة صح، فعلا حرفيا مفيش اي حاجة صح. بعد بنتك بتحفظ قرآن، ازاي انت بعد بنتك بتحفظ قرآن ورايح انت بتقول لها روحي للبنت دي وخليها تجيلي، وانت في نيتك ان انت تاخد البنت دي تعمل معاها حاجات تانية مش كويسة؟ ليه ازاي؟ فين عقولنا يا جماعة؟ فين عقولنا؟ مفيش حاجة اسمها ده واحد مش متزن نفسيا، واحد معلش يعني انت واحد عايش حياتك، واحد اكيد عاقل فاهم مدرك انت بتعمل ايه، بس للأسف الشياطين بتبقى سحباك بقى وانت اصلا ماشي وراهم كده، لا فاهم ولا عارف ولا شايف، ولا في قلبك رحمة ولا في قلبك ايمان ولا اي حاجة، والله العظيم ما فيه. بس ربنا ما بيسيبش حد، ربنا يمهل ولا يهمل، ربنا سايبك كده تعمل اللي انت عايزه، بس بعد كده ساعة ما هتتمسك مسكة هتتفضح فيها، زي بالظبط الراجل اللي المفروض كبير في السن و80 سنة اللي كان بيتحرش بالطفل ياسين.
واحد عنده 80 سنة، 80 سنة، يعني خلاص رجليه والقبر بقى زي ما بيقولوا. تخيل بقى ان هو يتفضح على اخر الزمن بالشكل ده، على اخر حياته يتفضح بالشكل ده. ده لان ربنا اكيد سايبه وجاي في الاخر وحطه في موقف لا يحسد عليه. اهو ده فعلا اللي يتقال عليه ان ربنا يمهل ولا يهمل. فليه الانسان يوصل نفسه لكده؟ قبل ما تعمل الغلط حط امك مكانها، حط بنتك مكانها، حط اختك مكانها، حط مراتك مكانها. هتقبل عليهم الوضع ده؟ لو قبلت يبقى انت واحد استغفر الله العظيم، انت اصلا مش بني ادم، انت حيوان. والله الحيوانات احنا بنظلمها، الحيوانات حرفيا احنا بنظلمها في كلامنا وفي طريقتنا. مفيش حيوانات بتعمل الحاجات دي. لكن ليه وصل بينا الحال القرف ده كله؟ ليه كل يوم قضية بشكل ولون مختلف؟ ليه؟ وكلها أنيل من اللي قبلها. ليه وصل فينا الحل كده يا جماعة؟ ليه كلنا ما نعرفش ربنا ونتجه لربنا؟ ليه؟ لأن مش حاجة غريبة على فكرة. الواحد مجرد بس ما بيصلي فرض كده بيلاقي ربنا هداه. بس إن يوصل الحال بالشكل ده ربنا يا رب ربنا يستخدمنا وما يستبدلناش يا رب. لأن فعلا والله تقريبا علامات القيامة بتقوم دلوقتي أكيد، بكل يوم المواقف والقضايا اللي بتحصل بالشكل ده. حقيقي أنا مش شايفة فيه حاجة كويسة. الناس كل يوم بتسوء، الناس كل يوم بيحصل منها حاجات مش كويسة خالص. إن شاء الله حق مريم يجي هي واللي زيها. ربنا يا جماعة ما بيسيبش حد. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلعبي؟ راحت عيطت ودخلت الحمام وقعدت تعيط. وقالت لامها ده هو اغتصبني ومديني 100 جنيه. الكلام ده بقاله 4 ايام. خدناها مشينا على الدكتور فريد امراض نساء وولاده، كشف عليها قال ده البت دي حد اعتدى عليها، اطلعوا من هنا على المركز.